لا شك إن كل واحد فينا عنده مشكلة ونفسه تتحل، عنده هم ونفسه يفرج، عنده طلب محتاج إن هو يحصل. رمضان فرصة عظيمة جدا جدا لحل المشاكل وتلبية الطلبات وتفريج الكربات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ترد دعوته، منهم الصائم حتى يفطر. يعني مش لحظة الفطار بس، لا، طول ما انت صايم لو دعيت بأي حاجة الدعاء مستجاب. أضف لكده إن ربنا سبحانه وتعالى قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أضف لكده بقى إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. ربنا سبحانه وتعالى يجيب العبد إذا دعاه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. مش احنا بندور على عبادات؟ من أعظم العبادات اللي تتقرب بها لربنا سبحانه وتعالى الدعاء. تخيل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لا يسأل الله يغضب عليه. لما يكون واحد صاحبك، واحد حبيبك قوي، والدك، حد بيديك كل اللي انت عايزه، لما بتطلب منه كام طلب ورا بعض بيزهق منك. العكس بقى مع ربنا سبحانه وتعالى، انت لو ما سألتش ربنا، لو ما طلبتش من ربنا، يغضب عليك. الله يحب ان هو يسمع صوتك، يحب ان يسمع طلباتك، يحب ان انت ترفع ايديك وتقول يا رب. فلو رفعت ايدك وقلت يا رب، ربنا سبحانه وتعالى يديك. طب اذا كانت العبادة ديت بهذه المنزلة، انا اتعامل معها ازاي؟ اول حاجة: ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: ان الله لا يقبل دعاء عن ظهر قلب غافل. بعض الناس بيقول يا رب، او الامام بيدعي في صلاة التراويح وبيقول امين، مش مركز في حاجة خالص، ولا مستحضر قلبه ان ربنا يقبل منه الدعاء ده. لا، انا عايزك تدعي وانت موقن ان ربنا سبحانه وتعالى هيجيب، لان ربنا سبحانه وتعالى بيده كل شيء، لا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء. فاول حاجة: ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابة، عندك يقين ان ربنا سبحانه وتعالى هيستجيب لك. تاني حاجة: اختار الاوقات اللي هي اوقات اجابة الدعاء، زي مثلا وقت السحر في الثلث الاخير من الليل، والله سبحانه وتعالى ينزل الى سماء الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا في الثلث الاخير من الليل الى سماء الدنيا فيقول: هل من مستغفر فاغفر له، هل من سائل فاعطيه، هل من داع فاجيبه، هل من كذا، هل من كذا، حتى يطلع الفجر. وقد روى الثقات عن خير الورى انه عز وجل وعلا في ثلث الليل الاخير ينزل يقول: هل من تائب فيقبله، هل من مذنب طالب للمغفرة، يجد كريما قابلا للمعذرة سبحانه وتعالى. ثالث حاجة عايز اقول لك: تحرى الادعية المأثورة اللي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن رب العزة سبحانه وتعالى في القرآن، فيها خير عظيم جدا. عايز اقول لك برضو: لا تتعجل. كتير مننا بيقول انا بدعي ما فيش اجابة. لا تتعجل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لاحدكم ما لم يعجل. قالوا يا رسول الله كيف يعجل؟ قال: يقول: دعوت فلم ارى يستجب لي فيستحسر ويدع الدعاء. اوعى تيأس من قبول الدعاء. مش لازم تشوف الاجابة قدام عينيك على طول، لا، الح على الله سبحانه وتعالى في الدعاء. ودي النقطة الخامسة: كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دعا كرر الدعاء ثلاثا. مش تدعي مرة وخلاص، لا، الدعوة الواحدة بيكررها 3 مرات. فالدعاء ده بقى عايز ايه؟ عايز انت تقعد قاعدة كده مع نفسك وتقفل على نفسك باب، او في المسجد في زاوية في المسجد كده في حتة كده مع نفسك، وترفع ايدك وتبدأ بالثناء على الله سبحانه وتعالى، وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وتطلب من ربنا وانت عندك يقين ان ربنا هيديلك. اتأخرت الإجابة، ادعي وادعي وادعي وكرر الدعاء، حتى لو الإجابة ما حصلتش قدام عينيك، فكل دعوة بتدعو بيها بتاخد عليها حسنات. والفرصة في رمضان 3 لا ترد دعوتهم، منهم الصائم حتى يفطر.